عليكم. اليوم عندنا وصفة تاع سباغيتي بلا صوص بلانش ولي كريفات. ميم با 100 ميل تاع لي كريفات وشويه تاع لي فروماج. نديروها احسن من المطاعم الفاخره اللي نشريوها غاليه بزاف. درت شويه تاع زبده، زدت عليها زيت زيتون، وحطيت لي كريفات تاعي تقلاو بعد ما كنت نظفتهم بيان. حطيت القشور تاعهم مع شويه تاع ما يغليو باش نمرق بيهم. من بعد خليتهم تقلاو، ومن بعد نحيت لي كريفات تاعي وحطيت البصله مع شويه تاع ثوم، وزدت عليها زبدة وزيت زيتون لأنه كانت نشفت والبصلة تشرب. قليتها شوية غير قيس ما ذبالت، ما نخليوهاش تكحال وتتكرمل لأنه راح تفسد لنا الكولا كولار. جبت الماء اللي كنت حطيت فيه القشور تاعي، مرقت لهنا وحطيت السباغيتي تاعي ديريكت. خليتها غلات حتى طابت نص طياب، ومن بعد حطيت عليها لي فروماج وشويه تاع ملح، ورجعت عليها لي كريفات. كي اختارت كيما هكا زدت لها شويه تاع فرomاج غابي. الفرomاج تاع المثلثات خير نوعيه تكون شويه بنينه، ولحت منها واحد 7 حبات راح تكفي وتوفي. هكا الوصفه تاعي راهي واجده. زينتها بشويه تاع معدنوس وزدت لها لي فرomاج غابي من الفوق. على بالي راحين تقولوا لي كريفات غاليين، مي هذه راهي ميم با 100 ميل. دارت لي روبا توكل لي من 2 حتى 3 عباد. في عوض ما كي نتشهاوها نروحو ناكلوها في المطاعم برا، راح تسوالنا تريبل وبالك اكثر. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة، وان شاء الله تسيوها بصحتكم. سلام.